بكم بخير واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، ويلا بينا نبدا. بما اننا ما احتفلناش بالبطوله ال11 ليه وجمهوره ما احتفلوش غير بوقت قصير جدا يا جمهور النادي الاهلي، وبيقول لك عايزين ال12 يا اهلي. لو كان الوداد المغربي اللي فاز كنت هتلاقيهم كل يوم جمعه بيقول لك الجمعه الاولى على فوز الوداد بالبطوله بهدفين، مش عارف زي السنه اللي فاتت زوير المترجي. نحتفل بالبطوله ال11 وبعد كده نفكر في البطوله ال12. لا، احنا نحتفل بال12 قبل ما ناخدها. وكان نادي غيركم اللي كان فاز بيها كنت هتلاقوه نفخنا كلام. وبعدين طاهر محمد طاهر عالمي. احسن واحد في النادي الاهلي وفي افريقيا بيحتفل يا جدعان. احنا مش عايزين نمشي طاهر ده ليه؟ لان هو احسن واحد في النادي بيحتفل، ولو هتمشوه لازم تجيب واحد بيعرف يحتفل زيه. نتكلم جد شويه. النادي الاهلي خامس مره على التوالي هيشارك في كاس العالم للانديه، وكده كده سنه 2025 رايح علشان النظام الجديد. طاهر محمد طاهر الاحتفال بتاعه واحتفال النادي الاهلي وصل لجمهور الرجاء. كسبتونا بالتحكيم، خدنا البطوله منكم. فنخسر، ما كانش ينفع نخسر المره الثالثه على التوالي من الوداد وفي المغرب. لا، كتير الصراحه. نفخناهم في ارضهم، كنا ممكن نفوز عليهم كمان. مرتضى منصور يقول لك نفسي اسمع واحد في الجمهور ساعة ماتش القمة يقول لي سطلنا هحبسه. احتفلوا بالبطولة بقى كده شوية تاني. ساعة ماتش القمة الأفريقية ما بين الأهلي ونادي الزمالك قعدنا سنة أو سنتين نرخم عليهم. واكتب لنا دي الجمعة رقم كام على القضية ممكن، والجمعة رقم كام على نهائي محمد عبد المنعم اللي لعبناه في مركب محمد عبد المنعم، مش مركب محمد الخامس، لان جمهور النادي الاهلي غير اسم الملعب من مركب محمد الخامس لمركب محمد عبد المنعم. معرفش يعملوها ازاي. لو تعرف اكتب لنا في التعليقات. يلا سلام يا